سالو البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بيان. سوجي تاعنا اليوم احنا نهضروا فيه على الطفله اللي تقارن روحها بزاف مع البنات. قبل ما نبداو في الفيديو ديروا لي جيم وابوني في لاشين الا حبيتو. تحلي لي ريزو سوسيو، تشوفي طفله، تشوفي الضحكه تاعها، تشوفي اللبسه تاعها، حياتها، وتشوفي روحك وتقولي انا علاش مانيش هكذا. تزيدي تفتحي ستوري تشوفي وحده اخرى راهي في فواياج، ولا وحده راهي مع راجلها، ولا راهي ناجحه في حاجه اللي تمنيتيها نتيا، ومن بعد تولي تبداي تقارني في روحك، تقعدي غير تقارني حتى تنسي واش عندك، وتولي تشوفي غير الحاجه اللي راهي ناقصاتك. المقارنه هذه راهي تسرق لك الثقه تاعك وطاقتك وحتى الراحه ديالك، والحاجه الأسوأ من هذه راح تخليك تكرهي روحك بلا حتى سبه. اليوم نهضروا على هذا الموضوع. شوفي لا فيديو حتى لافا باش تزيدي تفهمي اكثر. النقطة الأولى، المقارنة تخليك تشوفي نص تاع الصورة، معناتها تروحي تشوفي زعما لقطة ولا ضحكة ولا فيديو صغير ولا ستوري تكون فيها ديك الطفلة فرحانة ويكون عندها واش ما عندكش نتيا، ومن بعد نتي واش تولي ديري؟ تبني على هذاك الشيء اللي شفتيه ألف شعور بالنقص والحرمان. بصح انتيا في لافيغيتي ما شتيش واش كاين مور هذيك اللقطه ولا قبلها، ما شتيش البكا، ما شتيش الضغط، المشاكل، التعب اللي جازت بهم هذيك الطفله. الوغ وليتي تقارني حياتك كامل بلحظه صغيره جازت عليك. النقطة الثانية هي كل وحدة تخبي المشاعر تاعها وما تحبش الناس يعرفوا عليها، حتى اللي تبان قوية وتقدري تقولي هذه ما طاحش من العود، تقدر تكون كل ليلة راهي تبكي وانتي ما على بالكش، بصح كي تنوض الصباح تنوض بيان وتبين لك القوة تاعها. ومام هذيك اللي تبان ناجحة وتحسيها دارت كلش وعندها كلش تقدر تحس بالوحدة. الوغ كي ما تكونيش عايشة هذيك الحاجة ما تبدايش تقارني روحك بالناس، باسكو المظاهر تخدع ماشي حقيقية. النقطة الثالثة هي ما تغيريش من طفلة ناجحة، باسكو هادشي ما راحش يقلل من القيمة تاعك ولا راح يقطع لك النجاح ديالك. كي تشوفي وحده ناجحة ماشي معناتها نتيا راكي فاشلة ومن بعد تولي تحسديها وتمني تكوني في بلاصتها، باسكو النجاح تاع وحده ما راهوش رايح ينحي النجاح تاع وحده اخرى. كل وحده فينا عندها الوقت اللي لازم تنجح فيه، وعندها الطريقه تاعها اللي تجوز فيها، والظروف اللي لازم تجوز عليهم، والدروس اللي تتعلمهم باش تنجح. متقارني روحك بحتى وحده. النقطة الرابعة هي المقارنة راح تخليك تنساي روحك. كي تولي تقارني روحك بزاف تولي تنساي حتى وشنو هو الحلم ديالك، تنساي واش تحبي، وشنو هي الحاجة اللي توالمك، تولي تجري غير مر هذيك الطفلة اللي راكي غيرة منها ولا وتعسيها واش دارت تروحي ديري، تولي تلبسي نفس ستيل تاعها، وهكذا تخسري الوقت ديالك والطاقة تاعك وحتى شخصيتك تخسريها مع الوقت. النقطة الخامسة، المقارنة تجيب الغيرة، والغيرة راهي رايحة تدمر لك روحك وقلبك وشخصيتك، تولي انسانه واحده اخرى كامل. ما ميلا انت زعما كنتي جونتي وتقولي لا لا انا ماشي نحقد على الناس ولا نغير منهم، ما بصح شغل تغيدني عمري كي هي عندها وانا ما عنديش، وش دخلك فيها؟ بالك هي جازت على شغل كتر من اللي جزتي نتيا باش لحقت وين راهي، انتي راكي تشوفي غير واش عندها. تما مام الا كنتي جونتي وبديتي ديري هاد العفايس وتقارني، ما كاش وحده ما تغيرش، تغير من بصح في حدود، غيري شويه باش تجيك هذيك الموتيفاسيون باش تخدمي على روحك وديري. الوغ في بلاصه ما تكملي حياتك كامل وانتي تجري مول البنات وتعسي فيها هذه دارت هذه نجحت، روحي طوري روحك هكا تولي سامع بحتى واحد، تولي انتي في بلاصه هذوك البنات اللي كنتي زعما تهضري عليهم ولا تغيري منهم. النقطة السادسة، ما كاش وحدة كاملة ومثالية، وهذه ماشي حتى نجي انايا باش نقولها لك، هذه حاجة باينة، ما كاش حاجة مثالية غير ربي سبحانه هو اللي مثالي. حتى لو كانت بان عندها هذيك الطفلة كلش ما راهيش مرتاحة 100%، تلقايها عندها كلش، لبسة، طونوبيل، زوج مثالي، كلش، بالك راهي انسانة ماشي قانوعة ماشي مهنية، عندها عفسة تحب تبدلها. تما راكي تشوفي غير الحاجة اللي ما عندكش نتيا وهي عندها، وهكا راكي تنسي النعم تاع ربي سبحانه اللي عطاهم لك واللي راكي عايشة بهم. النقطة السابعة، لي ريزو سوسيو مرايا مشوهة، معناتها ما كاش طفلة راهي رايحة تحط لك روحها كي تجي تبكي ولا كي تحس بالوحدة
ولا تحس بالوجع الحقيقي. كامل يحبوا يبانوا بأفضل صورة. ألوغ ما تحكميش على حياتك بهاد المرايا الكاذبة اللي يحبوا يبينوها لك بليك راهم عايشين حياة مثالية. النقطة الثامنة، المقارنة تخليك تركزي غير على الواجهة ماشي على العمق. واش معناتها؟ تولي تركزي غير على الشكل، على اللبسة، على الشعر، على التفاصيل، ما بصح وشنو تنسي الجوهر الحقيقي تاع الانسان اللي هو الشخصية ديالو. اسكو حنين، اسكو ماشي حنين، النية تاعو، القيم تاعو، المبادئ تاعو. تولي تركزي غير على الحاجات الزايدين. النقطة التاسعة، اللي تحبي توصلي له راح توصلي له مي بصح بالطريقة تاعك. معناتها ما تسحقيش تتشبهي بفلانة ولا تمشي الطريق اللي مشاتو هي حتى اللي توصلي وين راكي حابة تمشي بالطريق اللي رسمهولك ربي سبحانه باش توصلي الافضل بلاصة بالك خير من اللي راكي تشوفيها واللي راكي متمنيتها. الو تركزي غير على روحك ماشي على الناس واحد اخرين. النقطة العاشرة، رضاك على روحك هو أجمل طاقة. الطفلة اللي راضية على روحها، اللي تحب روحها كما كانت، راهو رايح هادشي يبان عليها. وهذا هو الجمال الحقيقي، ماشي المقارنات ولا المعايير هادوك اللي ماشي نورمال. النقطة 11، المقارنة هذيك اللي ماشي نورمال راهي رايحة تجيب لك الضغط ولا بريسيون ماشي التحفيز. باسكو كاين بزاف يقولوا لك قارني روحك باش تتحفزي. هي صح تقدري تشوفي زعما هكا تقارني روحك شويه ماشي بزاف حتى تولي شغل تولي مهبوله بهذيك الطفله ولا. باسكو كي تولي هكذاك راكي رايحه تجيبي غير التوتر والقلق والتعب ونقص الاحترام على روحك، ما راكيش رايحه تحفزي روحك كامل. النقطة 11 هي تقبلي روحك كما راكي وحبيها. هذا ماشي غرور ولا أنانية، هذا غير حب الذات، وهو اللي رايح يخليك تطوري من روحك بلا ما تدمري الشخصية تاعك. الوغ باغ اكزومبل قولي انا راني نمشي في طريقي وراني نكبر بالطريقه ديالي وبالسرعه اللي تناسبني، ما راكيش في سباق مع طفله واحده اخرى اللي لازم تنجحي قبلها ولا ديري قبلها. عيشي حياتك انتيه وحققي اهدافك بالطريقه اللي تناسبك انتيه. على فان تاع لا فيديو نقولك ما تقارنيش روحك بوحده ما تعرفيش واش راهي عايشه وما تحكميش على حياتك ابارتير دو زعما ستوري ولا غيس شفتيه، ولا ركزي على حياتك ولا الخطوات اللي راكي راح ديريهم وقولي بلي كنتي كافيه وراكي تمشي على الطريق اللي راكي راسمتها واللي حبها لك ربي سبحانه. وكل مره تحسي روحك بديتي تقارني روحك وبديتي تتخنقي، تفكري باللي اللي بان كامل راهو مخبي اوجاع بزاف. على بروشان فيديو ان شاء الله. بيبا ما تنساوش جيم وابوني في لاشين.